السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل ألف سنة وانتم طيبين. هلت روايح رمضان، كل ألف سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. النهاردة بقى فيديو النهاردة هنعمل الجبنة اللي انتوا شايفينها دهيت. دي جبنة طرية يا جماعة، هنعملها بطريقة بسيطة وسهلة جدا من اللبن الفلاح. تاخدي من العلبة كده بالمعلقة زي جبنة الكوبايات بالظبط. إيه ان شاء الله هنعمل فيديو تاني باذن الله. بعد كده هنعمل جبنه بقى ايه، بالمنفعه، لكن دي من غير منفعه. فهنبتدي بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا يا جماعه، ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم واستفدتوا منه بحاجه يا ريت تحطوا لايك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. انا عندي هنا بقى ايه اللبن بتاعي اهوت. بسم الله ما شاء الله. دول يا جماعة 6 كيلو لبن. 6 كيلو لبن. اللهم صل على النبي. حطيتهم في الحلة ديت. جبت الحلة، فضيت فيها اللبن على طول، بس مش عارفة المقطع ده راح فين. تقريبا كده ما خدتش بالي ان هو اتعمل مني، فسامحوني. بس دولت 6 كيلو لبن يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. حطيت عليهم اللهم صل على النبي. حطيت 6 معالق ملح. حطيت 6 معالق ملح. كيلو اللبن عليه معلقة ملح. وقلبت الملح، وقمت جايه بقى ايه من غير مغليه ومن غير اي حاجة. ده مش زبادي يا جماعة، دي جبنة. اللبن ده مش مغلي. انا فضيت اللبن وقلبت الملح عليه 6 معالق ملح، وبعدين غطيتهم وحطيتها في فرن البوتاجاز. حطيت الحلة ديت قعدت يومين. يعني انا عملت الموضوع ده بالليل. تاني يوم بالليل كملت بقى شغل الجبنة. يعني قعدت حوالي، اللبن ده قعد حوالي في البوتاجاز يجي يوم ونص او يومين تقريبا. بسم الله ما شاء الله. 6 كيلو اللبن عملوا طلعوا القشطه اللي انتوا شايفينها ده اهي. وطبعا ايه، غطيت الحله بفوطه وحطيتها في فرن البوتاجاز. بس فرن البوتاجاز يبقى سخن، انا كنت هنسى بقى الموضوع ده. فرن البوتاجاز يا جماعه تولعيه. يعني انت بتدوبي الملح في اللبن اهو، تقوم مولعه فرن البوتاجاز. اول ما يسخن تقوم طافيه فرن البوتاجاز، وتقوم لفه الحله بفوطه كده، مغطياها بفوطه، وحاطه الحله في البوتاجاز علشان لازم الجو يبقى دافي. طبعا الجو لسه برد. بصوا اللبن مشطف وجميل ازاي، كأنه في المترد. كأنه في المترد. المترد ده يا جماعة اللي عندنا هنا في الفلاحين، اللي هو الفخار، اللي هو ايه، كان الأول كده بيحلبوا فيه من لا مؤاخذة من الجاموسة، بيحلبوا في المتارد. ما عادش بقى المتارد، الناس اتنورت. فالمهم بقى، اللبن قعد يومين في فرن البوتاجاز وهو سخن تمام. عشان كده رب بقى زي ما انتوا شفتوا كده. انا جبت بقى ايه، حتة الشاشة ده، دي شال قديم عندي يا جماعة. او تجيبي حتة شاشة، تجيبها من بتاع القماش، تجيبي لك نص متر ولا حاجة، وتخليه للجبنة بس. تخليه للجبنة. ده كان شال قديم عندي، بس انا مخليه للجبنة بس الشال ده. واول ما بخلص بغسله على طول وبنشره وبعينه بقى وهو نضيف. كل ما اجي اعمل جبنة بقى ايه استعمله. تمام. بسم الله ما شاء الله. شايفين ال6 كيلو لبن؟ 6 كيلو لبن طلع منهم حوالي نص كيلو قشطة اللي انتوا شفتوه ده. واللبن اهوت بسم الله ما شاء الله مشطف وجميل. اللهم صل على النبي زي الفل. وتحطيه بقى في الشاشة كده، حطاه في المصفى اهيت. وتحت المصفى محطوطة في صينية علشان الشرش ده اهو. الشرش اللي نزل من اللبن ده مش هنرميه. هقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. كل حاجة بتنعاز، وما ترميش حاجة أبدا. الشرش اللي انت مستقلية بيه ده، لا ده ليه فوائد كتيرة جدا، وهنقول عليه دلوقتي. وبعدين بقى ايه، بعد ما عملت بقى الموضوع ده بالليل، عايزة اقول لكم ان حتة الجبنة ده هي اللي طلع، حتة الجبنة ده هي اللي طلعت من ال6 كيلو. شوف ال6 كيلو طلع منهم شرش قد ايه. شرش لبن. شرش طلع نزل من اللبن. حطيت بقى التقيلة ديت على اللبن ليلة كاملة. ليلة كاملة يا جماعة. يعني موضوع الجبنة ده بياخد وقت شوية. ليلة كاملة. وقمت من النوم الصبح لقيت بقى بسم الله ما شاء الله الصينية دي مليانة شرش. مليان اهو. ادي القرص اللي طلع يا جماعة من ال6 كيلو لبن. اهو. هو ده اللي طلع. ليه بقى؟ ليه؟ لان احنا حاطين على اللبن ملح. ولما كل ما تحط ملح على اللبن يقوم ايه، ينزل شرشة اكتر.
ينزل شرشة اكتر. اهو ده اللي فضل والله يا جماعة. والله انا وزنت الحتة اللبن الجبنة ده اهي، وزنتها. اللهم صل على النبي، جت 2 كيلو، وطلع حوالي نص اللبن، طلع حوالي 3 كيلو. بتاع ده شرش، طلع حوالي 3 كيلو شرش من ال6 كيلو. وزنت الشرش طلع حوالي 3 كيلو، 2 كيلو ونص تقريبا، حاجة زي كده. المهم الجبنة بقى اللي انتوا شايفينها اللي في الطبق ده اهي، دي جبنة بالفلفل، كنت شارية الكيلو دهوت، وجت حراقة. طب اعمل ايه؟ العيال مش راضيين ياكلوها، اعمل فيها ايه؟ بالفلفل الالوان زي ما انتم شايفين كده، وحراق، مش عارفين ناكلها ولا عارفين نسحر بيها. طب الحل ايه؟ عشان كده انا عملت الجبنه ديت عشان اعالج الجبنه الحراقه اللي انتم شايفينها ديت. ما انا مش عارفه هعمل فيها ايه، وكنت جايباها غالي، الكيلو ب80 جنيه. عشان كده انا عملت الجبنه دي مخصوص علشان اعالج الجبنه الحراقه دي. وبعدين بقى مسكتها بقى ايه، دوبتها بقى في دي، وحطيت عليها كوبايه شرش من بتاع الجبنه، من اللي نازل من الجبن، شرش اللبن اللي هو نازل من الجبن، حطيت لها كوبايه. وفضلت بقى ايه ادعكها بقى بايدي كده. وده الحل الوحيد، ده كان الحل الوحيد للجبنه دي يا جماعه. وبجد هي فعلا بعد كده طعمها بقى اتعدل، والحرقيه دي راحت، وبقينا ناكل منها عادي، وبقت جميله جدا. حطيتها بقى في العلبه ديت، وكان لازم اعمل كده واعالج الجبنه دي. طب كنت هعمل فيها ايه طيب؟ المهم بقى حطيتها بقى في العلبه ديت، وباتت ليله في التلاجة. طبعا دي جبنه طريه، مش هتنفع ان احنا نقلبها ونقطعها. طب امال انا اعمل ايه بقى فيها؟ لا، جبت بقى الايه، جبت العلبه اللي انتوا شايفينها دهيت، دي كان مكانها جبنه، مليتها. وتفضل بقى ايه، اتفضل الشويه دولت، فضيتهم بقى في اللانش بوكس ده اهو. علشان ايه؟ تبقى ايه، تبقى العلبه لها غطا ومحكمه، لان الكبيره دي مش عارفه غطاها راح مني فين. تمام. كده بقى عندي بقى ايه، الجبنة اللي هي بالفلفل، وناكل منها عادي في اي وقت، بنفطر بيها عادي، نسحر بيها، ما فيش مشاكل. بس ان شاء الله هعمل فيديو تاني دي الجبنة دي من غير منفعة. هنعمل فيديو بقى تاني بالمنفعة للناس اللي طلبت الجبنة بالمنفعة، لان انا كنت عملتها مرة، كانت جبنة تلاجة وكانت جميلة جدا. هنعملها تاني بإذن الله، هنعملها تاني. عايزة أقول لكم كل ألف سنة وأنتم طيبين مرة تانية. ويا رب تعود عليكم مع المسلمين وعودا رمضان، ويا رب يجعله أي شهر مبارك على الأمة الإسلامية كلها يا رب، بالخير والسعادة. وكل ألف سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. وما تنسوش بقى ايه، تشتركوا في القناة لو كنت استفدت من الفيديو بتاعي. ما تنسيش بقى تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، علشان الفيديو يترفع ويتشاف اكتر. قناة مطبخ حنان الفلاحي. ويا رب أكون عند حسن ظنكم. وكل ألف سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ومبارك عليكم الشهر الكريم. وإن شاء الله بقى إيه، هنصوم ال3 أيام البيض، من أول بكرة 13 و14 و15. وكل ألف سنة وانتم طيبين، وأشوفكم على خير بإذن الله.